لو كان في الزيطة كلام طالع اسمع دي الكرة في الشارع، رافض تحليلنا وهتمانع، طب شوف الكرة في الشارع. لو كنت جاي تفتي وخالع اثبت دي الكرة في الشارع، ده كلامنا جديد فعل مضارع، طول عمر الكرة في الشارع. الكرة في الشارع مع أحمد المصري ومحمد عبد النبي. مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفنا فيه النهارده في حلقه جديده من برنامجكم كرة في الشارع. يمكن النهارده حلقه مختلفه شويه لاني النهارده هنرجع بذكريات زمان كتير خالص. قبل اي حاجه عايزك دلوقتي تنزل تضغط سبسكرايب وتعمل لايك للقناه عشان تشوف وتتابعنا ما هو كل جديد. النهارده معانا نجم، يمكن نجم غير العاده. عايزين نفكر كل الناس بحد كان لولا ظروف الاصابه والحادثه كان ممكن يبقى لاعب من يمكن نقول ايه لاعبي الصفوه في العالم كله، سواء كان جاي له عقد في اليوفي او باريس سان جيرمان. معانا النجم ونجم جيل 2001 منتخب الشباب كابتن محمد اليماني. كابتن محمد برحب بيك على قناه كرة في الشارع، انا وزميلي احمد المصري. يعني عايز اقول لك يعني لولا ظروف الاصابه محمد اليماني كان النهارده كان بقى صلاح رقم 2. بداية بس برحب بيك يا محمد، ربنا يخليك، وحميد برضو. بص، قبل اي حاجه قدر الله مش افعل، يعني كل حاجه خير ربنا بيعملها. طبعا انا كان نفسي اوصل لحاجه عالميه او حاجه كبيره قوي طبعا زي اللي بشوفه دلوقتي مع مو صلاح وبتاع، وبتمنى له التوفيق طبعا يعني، وبتمنى له كل خير. بس ما اقدرش اقول غير الحمد لله على كل شيء يعني. ما انا كان نفسي بس خلاص ربنا مش رايد. محمد اليماني يعتبر كان من اصغر الناس اللي طلعت يمكن في فتره كمان احتراف بره صدر ليج في بلجيكا. يعني كان الموضوع كان عامل ازاي بالنسبه لك؟ والله بص، انا كنت اصلا ناشئين الاسماعيلي وجالي عقد. كنت لعبت ماتشين في المغرب، كان عندي او المغرب وتونس، كان في ماتشات هناك مع منتخب شباب غريب، وفي وكيل لاعبين شافني هناك، فهو تابع مع والدي لان انا اسافر احترف وانا صغير. وفعلا كانت خطوه كويسه جدا يعني، لان انا كان عندي ساعتها ما كملتش 18 سنه وجالي عقد احتراف. رحت في بدايه رحت باريس سان جيرمان، عملت تيست وكده، فالناس كانت يعني معجبه بيا، بس كان الوكيل لاعبين مش هيستفاد كويس، فوداني نادي ستاندر ليج او ستاندر دولياج، لان هو كان بيلعب فيه كان بيلعب فيه قبل كده. ولعبت هناك من بدايات اول لعبي، احرزت اهداف كتير والناس كانت انبهرت بيا، لاني كنت مش هقول لك حريف وبتاع، كنت بلعب كويس يعني، اللي هو لعيب كويس، وكنت خفيف وسريع، وكان في قابليه مع الجمهور، فالحمد لله دي بتاعت ربنا يعني. ومشيت معايا كويس وانا صغير، يمكن كنت من اصغر الناشئين اللي احترفت، في اصغر ناشئ احترفت ساعتها كان احمد صلاح حسني قبليه في شوتجارت، وبعد كده انا رحت هناك. كان فتره بتاعت ميدو كمان، كان ميدو جه بعدين يعني. ميدو اصلا يعني انا كنت سبب الايجنت بتاعي كان بيتفرج عليا في ماتش فرنسا هنا، ماتش ودي في منتخب مصر منتخب فرنسا، انا جبت فيه الجول. شاف ميدو عمل كام لعبه كده كويسه، كان احتياطي ونزل عمل كام لعبه كويسه فاختاره. وميدو سافر يعني عن طريق والدي وكده، وميدو طبعا يعني حاجه بنفتخر بيها برده زي مو صلاح كده. محمد اليماني لو يعني هنتكلم في نقطة احنا يمكن ناس كتير قوي ما تعرفهاش، لكن النقطة دي كانت من ضمن الأسباب اللي تزعل كابتن محمد اليماني، هو إن ساب احترافه ورجع لنادي الزمالك. بص، بداية أنا ما أقدرش أعيب نادي الزمالك، دي أول حاجة. أنا بقول أنا غلطان إني رجعت مش على الزمالك، إني رجعت مصر عموما، إني رجعت الزمالك مش بمعنى الزمالك، إني رجعت مصر، لأن ناس في بلجيكا والله العظيم يعني الكلام ده بقول لك بصدق يعني. قعد معايا ميشيل برودوم، وقعد معايا لوسيانو دينوفريو اللي هو كان رئيس النادي، وميشيل برودوم طبعا مدرب، والله العظيم بيكلموني في ضعف مرتبي فلوس، وانا يعني اتكلمت بزياده لاني ساعتها كنت يعني مش مليت، والله ما عارف كان تفكيري عامل ازاي يعني. كنت في هل مثلا حبا للزمالك؟ لا، انا مش هقول لك انا ما بكرهش الزمالك، انا اسماعيلي يعني انا بحب الزمالك وبحب الزمالك وبحب الاسماعيلي، بس انا ساعتها في الفتره دي كنت بلعب في ستاندر ليج وبتاع، وكانوا بيقول لك عايزين يمضوني عقد زياده. بس في الفتره دي كان عندي في الوقت ده كابتن عزمي مجاهد وهو امير كان بيعمل تيست هناك، وكلموني انك تنزل الزمالك وبتاع. وانا في الفتره دي كنت بخرج كتير مع اصحابي هناك في بلجيكا، بنسهر وبتاع، فقلت بقى ارجع مصر شويه. تفكيري كان سلبي قوي، ارجع مصر شويه وان شاء الله ارجع تاني بلجيكا والموضوع هيبقى سهل. كنت فاكره سهل، طلع صعب قوي يعني. الخطوه دي نقصتني كتير قوي، مش عيب في الزمالك عموما ننزل مصر يعني، كان لازم افضل هناك وادوس على نفسي وبتاع والعب تاني، بس قدر الله ما شاء فعل يعني. كل شيء يعني زي ما بقول لك متقدر ومكتوب، بس في اختيارات احنا بناخدها غلط. انا اختياري الرجوع لمصر تاني ده كان غلط مني، مش كنادي الزمالك يعني. طب ازاي برضه عايزين نوضح للناس ازاي انا كنادي الزمالك انا جايب محترف وبسم الله ما شاء الله يمكن مكسر الدنيا مع المنتخب تمام، واجي في افاجئه ان انا مفيش تأييد او ان انا ما اتأيدش مع الفرقه. دي حاجه بصراحه قتلتني من جوايا، لان كلها انا كنت عايز انزل مصر تاني اوري الناس انا كويس، لان الفتره الاخيره في ستاندر ليج كنت كويس والله.
فدي قتلتني ان طب انا هي كانت ايه الملابسات داخل النادي؟ اللي بيكلمني ان انا اقلل مرتبي، كنت انا فئه اولى. انا اصلا في البدايه ما قلتلهمش فلوس ولا اي حاجه، انا اتكلمت مضيت كده على فئه اولى. فالمفروض يعني الناس تقدر يماني او حتى تساعد. كنت في شرم الشيخ فبيقول لي يا يماني تعالى عشان عايزين نقلل عقدك وكده. قلت له يا كابتن انا مش هاجي، مش عايز تقلله ما تقلدوش، ما يدنيش. فبصراحه استغربت يعني، لان احنا في بلجيكا لما بتمضي عقد خلاص 4 سنين 5 سنين خلاص العقد اتسجل. في مصر السيستم بتاع اتحاد الكوره ده بصراحه بيقتل اللعيبه، يعني اي حد اي رئيس نادي بيتحكم في اللعيبه زي ما هو عايز. اللعيب ماضي معاك 3 سنين ممكن امشيه بعد سنه عشان ده عادي في البنك. ايه الكلام ده؟ الكلام ده مش مظبوط. هتمضيني 3 سنين يبقى 3 سنين خلاص التزمت بيهم. المهم فمضيت العقد وكده، لقيت كابتن ابراهيم يوسف بيكلمني بيقول لي تعالى قلل العقد بتاعك عشان لازم تقل. كان ساعتها مين رئيس نادي الزمالك ساعتها؟ كان ساعتها كان كمال درويش. هو الراجل ده محترم وكان عايزني، بس انا في الفتره دي كنت بلعب في نادي الزمالك، ما كنتش اعرف النظام ايه هناك يعني. اللعيبه كانت محترمين وكل حاجه، بس كل حبه مع جنب كده. فانا ما كنتش في الليله دي او في الموضوع ده. الشلاليه كانت ما اعرفش بقى الموضوع ماشي ازاي. فانا كنت بخلص تمرين امشي على البيت، ارجع تمرين وخلاص. حتى كل اصحابي بتوع المنتخب ما كنتش بتعامل معاهم، حتى اللي هو على قد بس وبتاع، انما خروجات ما كنتش بخرج ولا اي حاجه، كان اخري بيت وتمرين. فما اعرفش القصه ماشيه ازاي، انا بتعامل كمحترف. لقيت ناس بتكلمني وحتى المدرب كان اسمه مش عارف دراجوزلاف مش عارف ولا اسمه ايه، كان الماني. هو لعبني ديفندر، انا اديت مش مشكله فادي، لان الناس وطريقه اللعب بتاعت النادي انا كنت بلعب معاهم بحاول اعمل اقصى ما عندي، بس الجمهور عايز يتفرج على حاجه توب مره واحده. فانت التوب ده مش هيطلع لما تلعب ماتشات كتير وفتره اعداد والكلام ده. كنت لسه فتره اعداد واتصبت فيها، فلقيت الموضوع سبحان الله يعني ما كانش ماشي كويس. فمشيت من عند هناك رحت الاسماعيلي، لعبت 6 شهور دول اللي هم التانيين عشان بعد التأييد. كنت هايل في الفتره دي. النادي الاسماعيلي برده بيكلمني ان انا العب السنه اللي بعدها ببلاش عشان كانت ظروف النادي وحشه. قلت له ما في لعيب كوره العب ببلاش، انا حتى لو بحب النادي او بعشقه، بس انا لسه في بدايه حياتي وانا اتقرصت في بدايه حياتي اني عملت حادثه وبتاع، فما عملتش لسه لحقت اعمل حاجه لنفسي. كنت هلعب اعمل حاجه لنفسي لو كنتش عملت حادثه، كنت طبعا رايح اليوفي وكلام من ده. فربنا قدر. بقول لك اللي انا القصه كلها يعني انا بحمد ربنا على اي حاجه الحمد لله. وانا ما بشيلش يعني بص اي حاجه ما بشيلهاش في دماغي او على صحتي يعني، عشان مش طالب وجع دماغ يعني. انا بصراحه من الناس اللي خلاص بقى بسيب القدر يعني، بسيب كل حاجه على ربنا. ربنا مقدرها هي ماشيه، اعرف هتمشي ازاي. وجت بعد كده فتره يمكن الاتحاد السكندري بقى سيد البلد والاجواء بتاعت سيد البلد يعني قصه ثانيه خالص. بص من انظف الشخصيات اللي اتعامل معاها محمد مصلحي، الاستاذ محمد مصلحي طبعا رئيس نادي يعني كمال الكتاب، رئيس نادي محترم وجميل. انا لغايه دلوقتي بتعامل معاه، ببعت له على الواتساب وبنتكلم مع بعض. شخصيه جميله. وكابتن محمد ابراهيم وكابتن طلعت السكندري. قعدت 3 سنين هنا. اول سنه كنا بنلعب كويس قوي ولعبت ماتشات كتير قوي كويسه، والجمهور بصراحه الجمهور جميل بينطق اي حد في الملعب. الفتره دي كنت عالي جدا مع كابتن طلعت يوسف لغايه فتره التوقف بتاعت منتخب مصر. بعد كده نرجع تاني، فالموضوع بقى هدي شويه كده، ما بقناش في التوب تاني. بس الحمد لله في السنه دي احنا مفنشين كويس، ما كناش محتاجين ان احنا بنط من حد عشان نقعد او حاجه زي كده. السنه اللي بعديها برضه دلوقتي كنا كويسين جدا، كان مع مدرب يوغوسلافي ولعبني في الاول، كان بيلعبني ناحيه الليفت او ناحيه الرايت وحرصت اهداف وبتاع، والدنيا ماشيه كويس. ثالث سنه ما لعبتش كتير، كان كابتن محمد عمر في البدايه ما لعبنيش كتير. بعد كده جه كابتن محمد صلاح مسك برضه ما لعبش معاه كتير. جه كابتن طه بس مسك لعبني في الاواخر، فطبعا ما كنتش فوق الفورمه. فبعديها السنه اللي بعديها مشيت بقى. بس دي القصه كلها يعني. محمد اليماني منتخب مصر، كاس العالم للشباب، التوب فورم، حاجه تانية خالص، حديث العالم كله. كواليس كاس العالم ده والجيل اللي ابهر مصر كلها وما تعوضش بعد كده. لا احنا كنا جيل لعيبه كوره جميله. عارف حلاوتنا في ايه؟ احنا كنا بنحب بعض بعيدا عن الكوره بقى. كنت انا صاحب محمد ابو جريشه، صاحب جمال حمدي، صاحب شيتوس، كان ميدو معانا، كان حسام غالي. كنا صغيرين في وسط بعض، حتى كلنا نجوم بس ما حدش بيتعامل كنجم. كنت انا ساعتها محترف وكل حاجه، بس احنا في وسط اصحابي حبايب وبحب لك الخير، عشان كده ربنا بيكرمني. يعني ممكن ابقى انا على الجون هجيب جون او اعمل لك بالعرض عشان تحط انت جون. كانت الدنيا ماشيه حلو، انت بتحس ان التيم كله فيه تجانس، من اول محمد صبحي ورا او زنجه او شريف اكرامي، عندك بعد كده العتراوي، حسين امين، محمود او شعبان، بكرات ابو المجد، ابو مسلم، حسام غالي، شوقي، عادل مصطفى، محمد عبد الواحد، قصه كتير. والجيل ده فعلا كان بعد كده نجوم في الفرقه اللي لعب بيه يعني. ممكن نصهم كمل مع الكابتن حسن شحاته في البطوله اللي خدناها 3 افريقيه، اللي هي 3 مرات خدناها افريقيه. فالجيل ده جيل جميل يعني. وحتى كابتن شوقي كان بيعاملنا كاب يعني، وبيعرف يكسبنا كويس. فانت معاك تيم كويس، انت بس بتوظفه في الملعب بس خلاص. لا بس يعني هل في الفتره دي ما كان منتخب مصر ما كانش بيقلق من اسماء ان انا هلعب كاس عالم، هلعب الارجنتين، هلاعب على يعني انا بمنتخبات؟ احنا كنا انا واحد من الناس كيماني، الموضوع مش سهل. انت بتلعب
لعيبه توب ولعيبه يعني جو كاس العالم اللي بتلعب احسن بطوله في العالم، اللي الدنيا كلها حتى لو هي شباب الناس كلها بتتفرج عليها. احنا كنا بننزل الملعب المدرج كله مليان وكله بيتكلم، واحنا اصلا يعني احنا خدنا حب او اكتسبنا حب الجمهور الارجنتيني. كنا بننزل بينادوا علينا الجماني ابو على ابو مسلم، بيشجعونا. يعني اي ماتش ضد الارجنتين غير الارجنتين كانوا بيشجعونا. الجو اصلا جو عالمي طبعا. كنت بتنزل مخطوف في اول ماتش. طبعا احنا لعبنا اول ماتش جامايكا تعادلنا 0-0، انا ضيعت حوالي مثلا 10 انفرادات. انت نازل مخطوف بتلعب يا جماعه بتفكيرك كله، مثلا مين بيتفرج عليا، مين بيعمل كذا. احنا لو بنلعب البطوله دي في مصر بعد ماتش الارجنتين بعد ما خدنا 7-1 ما كناش هنعمل حاجه. كنت هتلاقي اللي بيشتمك وهتلاقي ايوه طبعا صح. لما البطوله كان بعيد فانت ساعتها حتى ما كانش فيه انترنت ولا اي حاجه، فانت مريح دماغك. طبعا كابتن شوقي برده طلعنا من المود ده خالص، وخلانا مثلا خرجنا بالليل جينا ماتش فنلندا كسبنا 2-1 بعد كده مشيت بقى. فهو الجو مش قادر اوصف لك الاحساس. الدوري مع الاصفر، الدقن الصفراء والشعر الاصفر قبل ابراهيم سعيد انت اول ما اخترع الصبغه للشعر والدقن. انا بص، انا كان شعر اصفر بس مش اصفر قوي. انا ممكن بزوده شويه بس انا كان اصفر بس مش اصفر قوي. فالدنيا كانت لذيذه، وقال لك واحد اجنبي بيلعب معاهم والقصه لذيذه. سيبك من اليماني كان معاه ناس تانية بتساعد في الملعب. كانت لا الجو مش قادر اوصف لك. دي احسن بطوله في حياتي لغايه دلوقتي انا عايش عليها. اليماني لعب كره في الشارع زمان وحد اكتشفه من الشارع. انا لعبت، بقول لك على حاجه، انا لعبت في الشارع. كنت اصحى الساعه 7 الصبح اقسم بالله مرمي في الشارع والعب حافي وبتاع. لو قلعت بتاع تشوف ركبي كلها تعوير. كنت اعمل ايه بقى ساعتها وانا صغير؟ اسفلت ورمله بقى وكره بوليتكس غير كده كنت بعمل ايه؟ كنت باخد معايا 4-5 لعيبه صغيرين وادفع لهم فلوس والعب انا فرقه ثانيه واكسبها وده الفلوس. والله العظيم كنت بعمل كده يوم الخميس عشان اخرج الخميس. ساعتها والدي شغال في ايطاليا كان بيبعت لي الحمد لله فلوس. كنا صغيرين بقى. ايوه مامتك مش تديك كل شويه فلوس وبتاع. واكسب البتاع واروح مثلا ساعتها كان 10 جنيه 15 جنيه وانزل بقى اخرج مع اصحابي بقى. ايوه كانت احلى ايام. من الساعه 7 الصبح بقى في الشارع. شايف الاعلام دلوقتي عامل ازاي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه؟ قناه النادي الاهلي او قناه نادي الزمالك او سين او صاد او عين، الموضوع بيبقى فيه شحنه شويه من ناحيه مقدمي البرامج للجماهير. هي اللي مأثره على الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. ما هو ده قله وعي من المذيع اللي طالع بيقول برنامج او الضيف اللي انت جايبه. المفروض اصلا احنا ليه بنقطع في بعض؟ ما انت بتلعب بفرقتك، ما دام فرقتك ماشيه كويس خلاص شجعت. ماشيه وحش احاول افوق الفرقه. لو انا مثلا انا اهلاوي وقناه الاهلي فرقتي ابقى في ظهرها ادعمها على طول. ده فعلا دي حاجه تحسب للنادي الاهلي، دايما بيعمل كده. النادي الاهلي بص فيه بلاوي زي اي حد تاني، بس ما بتطلعش بره النادي عشان دي ناس منظومه محترمه. في انديه تانية ما بيحصلش حاجه بس ممكن يعني يفتعلوا حاجه عشان يتكلموا عليها. انا بصراحه انا عايز الاعلام الرياضي كله يفيد الكره المصريه عموما. مش عايز اقطع في حد، عايز افوق لعيبتي كلها. عايز منتخب مصر ده يبقى منتخب رقم 1 في افريقيا ورقم 1 في العالم. ليه لا؟ احنا وصلنا كاس عالم ولعبنا بس كنا وحشين. عايز اوصل ناس تاني كاس عالم واوصل ابقى كويس. يعني في بطوله جايه، بطوله كاس افريقيا اللي جايه هنا، نفسي تبقى هايله ونفسي ناخدها زي البطوله اللي قبل الثلاث بطولات اللي قبل كده ونفرح الناس هنا. الناس نفسها تفرح هنا. شايفها فنيا ازاي مع مستر اجيري وكابتن هاني رمزي؟ شايف منتخبنا عامل ازاي وحظوظه في الافريقيه اللي جايه؟ انت عندك تيم مش وحش، انت بس محتاج راس حربه صريح. يعني صلاح محسن انا بصراحه ده اللعيب اللي برشحه للمركز ده مكان مروان محسن، ومع انه بحب يلعب من تحت بس انا احطه حاليا يعني في المكان ده. لان مروان محسن مش لعيب مش وحش، بس مروان محسن بعد الاصابه مش زي الاول. هو لعيب هايل يعني بس بعد الاصابه مش زي الاول. انت محتاج حد في المركز ده، والتيم مش وحش يعني الراجل ده شغال. احنا بس انا ما اقدرش احكم عليه اللي قبل يعني في البطوله. انا مش اول ماتشين في البطوله ممكن احكم عليه، انما دلوقتي ما اقدرش احكم عليه. طب انت مع فكره ان انا انزل بالاعمار السنيه شويه استبعد بقى وليد سليمان وعبد الله السعيد واستعد في ناس ممكن ادخلها. انا اسف انا بقطعك. لا تمام. في ناس ممكن ادخلها يعني ممكن وليد سليمان انا كنت برشح قبل كده كان من هايل قوي الفتره الاخيره وليد سليمان كان لازم يدخل منتخب مصر. عبد الله السعيد لازم يكون متواجد، لعيب مؤثر وبيفيدك. شايف لعبه كراسي الموسيقيه للمدربين ان الدوري الممتاز محتكر 5 6 7 10 مدربين بيفضلوا يروحوا يتنقلوا. لو انا فشلت هنا عمال يعني رجني ليه؟ دي حقيقه فعلا. ده احنا كده انا واحد من الناس هبطل مش هضرب فوق. يعني انا نفسي اطلع اضرب فوق بس القصه فعلا فوق مقتصره. كابتن فلان مثلا مسك هنا الفرقه دي هتنزل خلاص في اللي هي في المنطقه الحرجه. هوب ساب هنا راح مسك واحده فرقه في نص الدوري، ساب هنا راح مسك فرقه بتنافس. يا عم الكلام ده. طب فين المدربين اللي هتاخد فرصه عشان تدرب؟ بص في اوروبا الناس 36 سنه 32 سنه 40 سنه بيدرب فرقه كبيره. هنا لازم يبقى عندك 50 سنه عشان تدرب، تكون انت خلاص بتموت.
ذكريات محمد اليماني والحاجات الطريفه اللي كانت بتحصل في منتخب الشباب من اللعيبه او بينكم وبعضيكم، ايه اطرف الحاجات اللي كانت ممكن بتحصل في الفتره ديت في منتخب الشباب؟ والله بص، احنا كنا بنقعد بس في مش حاجات جامده قوي، بس كنا بنقعد في الباص ورا في كاس العالم. كنا بنعمل مسرحيه ورا، انا وجمال حمزه وحسام غالي ومحمد ابو جريشه والتشيتوس، بنبقى مسرحيه بنمسك حد مثلا من السلم وخلاص كده، انما افيهات معينه وبتاع ما في حاجات. طب يمكن حاليا دلوقتي اللعيبه مهتمين شويه، اللي بيلعب بلاي ستيشن بيلعب، او اللي بيلعب ببجي بيلعب، او بيلعب ببجي بيلعب. كلنا بلاي ستيشن وبتاع، بس زمان كانت اليابانيه اللي هي تعمل اوفر وتحط لو مسلم على طول. والله ابو مسلم كان يجي يخبط عليا، كان عندي بلاي ستيشن في الاوضه، انا كنت انا ابو جريشه، يجي يخبط يلا بينا يلا بينا مين جاي؟ هو ما بيعرفش يلعب والله. بينا مين يلا جاي؟ كان بيقتلنا والله، مالوش حل ابو مسلم. شايف الدوري السنه دي عامل ازاي، وكراسي موسيقيه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي محل الدوري بيراميدز هي اللي مدي طعم للدوري، عشان مش كل سنه بقى اهلي وزمالك بينافسوا. دلوقتي الاسماعيلي اصلا بعيد السنه دي عشان في نقص في اللعيبه وحوارات كتير ومشاكل كانت حاصله في النادي. انا بس يعني يا رب نفسي كده كذا مستثمر تاني يدخل كده في مصر هنا، ياخد كذا فرقه برضه، ويبقى في دوري جامد يعني بصراحه، لان احنا بينقصنا هنا بس الفلوس بمعنى صح. او انديه شركات برضه ماشيه كويس، بس انبي برضه السنه دي مش كويس في القاع، وبتروجيت في القاع بيعافر، ودجله برضه يعني هو يعني بيلفظ يعني بيحاول خلاص. فانت محتاج بس ضخ اموال قوي في الانديه دي عشان تطلع لعيبه كويسه وتجيب لعيبه كويسه، يبقى الدوري ليه طعم وليه شكل. يعني يمكن بقول لك السنه دي بس الفرقه الوحيده اللي عامله شكل الدوري هي بيراميدز بالكينو ده. بص في ماتش امبارح ازاي هايل، والتعليق بتاع مدحت شلبي كابتن طبعا ثبت الزبون. ايه ثبت الزبون؟ عشان احمد فتحي خد واحده على الثابته فوقف معاه. طيب هننتقل بقى بعد المباراه، المشاكل اللي بتحصل بعد المباريات وتكسير الاستاد والجماهير، وهل الجماهير فعلا دواعي امنيه ولا اتحاد الكره بيريح دماغه؟ يعني بص القصه فين؟ بص اول حاجه ما ينفعش ماتش كوره من غير جمهور، انت كده بتقتل لعيبه الكوره. اول حاجه دي روح الرياضه. ثانيا لعيب الكوره المصري ما عندوش ثقافه مش زي الاجنبي. وارد انك تعمل مشكله وبتاع، بس ايه اللي يوصلها انك كسر ازاز ولا اشتم ده؟ خلاص الماتش خلص بيني وبينك ماتش. انت على فكره لعيبه الاهلي والزمالك بره بتاع صحاب، احنا كنا صحاب. انا كنت في ماتش كنا بنلعب المصري هنا مع الاتحاد السكندري، كنت انا احتياطي ونزلت جبت جون وعملت جون. كان اللي مسكني عمرو الصفتي كنت انا كابتن منتخب الشباب، مسكني طول الماتش شتيمه، بص شتيمه زي ما قلبك يحبها. بقابله بعديها فتره بشهر ولا حاجه في اسماعيليه في القريه الاولمبيه، بيسلم عليا ويحضني يا ماني. قلت له انت مجنون يالا انت قال لي خلاص ده ماتش بقى. قلت له خلاص يا عم، انت لازم يبقى عندك ثقافه. انت في الملعب حاجه، ولما خرجت بره الملعب حاجه ثانيه. خلاص نسلم على بعض، ما نتنشنش على بعض خلاص. وانا اللعيب الثاني مثلا انا كسبانه ما اروحش برده استفزه، ما انا برده خلاص خلصت الماتش وكسبت، خلاص عملت اللي عليا الحمد لله تمام، امشي بقى. انا كده هو مشحون وبتاع ومخنوق، حتى لو صاحبي ده. انت لو ابنك او باباك مش عارف ايه هو برده متضايق منك ولا حاجه، ساعات بيقول لك كلام انت تستحمله شويه. الثقافه دي مش عندنا بس يعني. ابن خط القناه بقى يعني الياباني، ما فكرتش مثلا حتى تمسك قطاع ناشئين المصري البورسعيدي او الاسماعيلي، يعني الموضوع يبقى مختلف معاك شويه؟ الاسماعيلي من كام فتره، من السنه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها، كابتن عين فرج. بس كنت انا ساعتها في وادي دجله، وكنت ساعتها اخد وضعي في وادي دجله سواء ماديا او معنويا. فكلموني في كلام، انا ما كانش ينفع اروح اعيش هناك، لان انا عايش انا ومراتي وعيالي في القاهره من زمان هنا، ومدارس الاولاد هنا وبيتي هنا، فمش هينفع اسيب كل ده واروح هناك. هيبقى صعب قوي بالنسبه لي، كل شويه اسافر وارجع اشوف اولادي وبتاع والدراسه، فالموضوع كان صعب يعني. فخلاص انا استقراري كله في القاهره، فاي حاجه بتجيلي في القاهره بروح على طول. قبل ما انهي معاك الحلقه الجميله دي يا يماني، طموحات اليماني بقى العمليه ومستقبل محمد اليماني شايفه ازاي؟ والله العظيم يعني انا من زمان بفكر او نفسي ادرب منتخب مصر، وقدمت قبل كده بس اول مره جلت يعني. فان شاء الله يعني باذن الله الفتره الجايه احتمال كبير ابقى في منتخب اول منتخب ناشئين هيتعمل اتحط فيه باذن الله. وطموحي ان ادرب برده فرقه في فرقه كبيره، بس ان شاء الله بداتها بمصر التامين درجه ثالثه، مش فارقه بقى بالنسبه لي، اخش بس في الكارير ده وربنا يسهل بعد كده. خلاص خليني في الكبير بعد كده ان شاء الله يعني احنا في نهايه حلقتنا سعداء جدا جدا ان احنا كنا النهارده مع لاعب كبير، اسطوره كانت هتبقى يعني لولا الظروف كان هيبقى اسطوره في الملاعب المصريه، وهو فعلا نجم كبير. واللي ما اتفرجش على اليماني يتفرج على كاس العالم للشباب 2001، هيتفرج على يعني هقول ايه، مش عايز اقول لا يعني شفتوا زيدان وشفتوا ديل بييرو وحاجات كتيره. محمد اليماني حاجه
خرافه خرافه. احنا سعداء جدا يا محمد ان انت كنت النهارده معانا والله بجد في كوره في الشارع، واكيد لينا لقاءات ثانيه، واكيد بقى احنا يعني في باذن الله في شارع ثاني ايوه وفي ماتش خماسي هيتعمل قريب. هو كان قايل صلاح امين كان متفق معايا، وباذن الله ونتمنى لك كل يا رب التوفيق وفي اللي جاي، وتبقى موجود في افضل الفرق، تبقى كمدير فني في حياتك اللي جايه يا رب. وسعداء جدا بيك، وكل سنه وانت طيب قبل رمضان بقى عشان رمضان خلاص على الابواب. تمام وشرفتنا حبيبي ربنا يخليك يا محمد. بشكركم جدا، ودايما على وعد معاكم في كل اسبوع وحلقه جديده مع نجوم كتير هتشوفوهم بس عندنا هنا في كوره في الشارع مع زميلي احمد المصري. عايز اقول لكم حاجه قبل ما تمشي، يلا سبسكرايب واعجاب بالفيديو، يلا سلام.